السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو جديد ومفيد لكل الغواية، عشان نقطع الكلام ونقعدش نعيد فيه كل شوية. وكل واحد غاوي سواء جديد أو سواء مبتدئ أو سواء خبرته في الغواية مش كبيرة أو مش كتير. تمام. أهم حاجة إن كلنا بنتعلم المعلومة من بعض. وزي ما اتكلمنا وشوفنا في إعلان الفيديو، احنا هنتكلم فيه النهاردة إن شاء الله. هنتكلم او مجموعه الحلقات بتاعتنا عباره عن الكلام في الممنوع، الكلام اللي محدش يتكلم فيه في الحمام. وهوضح لك الدنيا ماشيه ازاي عشان تحط مبادئ اساسيه تمشي عليها. تمام. وزي ما قلت لكم كلنا بنتعلم من بعض. زي ما اتكلمنا في الفيديو على الاعلان، قلنا الكلام في الممنوع ان القشر بندق مش بيت، ان الابلق الاخضر مش بيت، ان السكروطه مش بيت. تمام. ان البنفسجي مش بيت، ان الابلق الاحمر مش بيت، ان الابلق الابيض مش بيت. تمام. هنتكلم في كل الكلام ده. طيب، انت جبت ادلتك منين وجبت كلامك منين؟ تمام. انا اقول لك انا جبت دليلي منين وكلامي منين، واتحدى اي حد، في الغوايه يقول عكس كلامي او يثبت عكس كلامي. تمام. سواء غاوي كبير، سواء غاوي صغير، سواء غاوي مبتدئ، اي غاوي. تمام. والكلام بالدليل، واللي هيعرف يثبت عكس كلامي يثبته. تمام. طيب، انت بتجيب معلوماتك منين؟ احنا عايزين نعرف انت بتجيب معلوماتك منين. بتفتي، قاعد بتألف، قاعد بتتكلم ازاي؟ هقول لك يا باشا انا بجيب معلوماتي منين. اهم حاجه، في ناس بتعرف تخدم الغاوي بالمعلومه. يعني انا هبسط لك، انا احكي لك قصتي في دقيقه كده في اختصار، وبعد كده اخش لك في الموضوع على طول. انا من ضمن الناس اللي اتعلمت من صحابي بتوع الحمام، اتعلمت من هنا، اتعلمت من هنا، اكتسبت معلومات من اليوتيوب من ناس محترمه كتير جدا. تمام. وهذكر لكم اساميهم في الفيديوهات بعد كده. تمام. بس لما تيجي تطبق يا باشا، عشان تبقى غاوي شاطر، تسمع من ده وتسمع من ده وتسمع من ده. مش شرط انك تطبق كلام الغاوي الكبير، مش شرط انك تطبق كلام الغاوي الصغير. تمام. خد منه النصيحه، اشتغل عليها، وحط بصمتك انت. بصمتك انت اللي هتنجحك، اللي هتفشلك. تمام. ودي بترجع للموهبه وللخبره. فمش كل كلام ما ناخده انفذه. هاخد الكلام وانفذه، اللي هقتنع بيه، اللي مش هقتنع بيه خلاص انا ليا اقتناع تاني، هجرب بقى اذا كان صح ولا غلط. تجربه مش عيب، تجربه مش عيب. طيب، نرجع تاني لموضوعنا. انت بتجيب معلوماتك منين؟ بص يا باشا، انا ممكن اخش على مواقع اجنبيه، ابحث عنها. تمام. وانزل لها ترجمه، واقعد اقرا المقال، واقعد اقرا كذا، واقعد اقرا كذا، عشان افهم المعلومه رايحه فين وجايه منين واساسها ايه. تمام. عشان لما اجي اتكلم في كلام، لازم الكلام يبقى الناس فاهماه، مش كلام وخلاص. تمام. احنا قلنا ايه؟ ان البيوت دي اساسها مش بيت، واللي عايز يثبت لي عكس كلامي يثبت لي. تمام. يعني الابلة الاخضر جه منين؟ طب بلاش، اول فرد في البلق هو ايه؟ الابلق الاخضر ولا القشر بندق ولا البنفسجي ولا كذا ولا كذا؟ هتقولي كلهم بيوت اساسيه، والخمس بيوت جم اساسيه. تمام. طب منين جم الخمس بيوت اساسيه؟ اصل الحمام اصلا اتنين، مش تلاتة كمان. تمام. تلاتة دي في الالوان اللي اشتغلت على بعض. تمام. فاصل الحمام هما زوجين حمام، ابتدى ينتج منهم السلاله. تمام. والكلام بالدليل. تمام. عايز اطلع لك حمام واوريك، هوريك مثلا حاجه بسيطه قوي. فرد حمام اهو، فرد حمام اهو، اكتسح العالم كله، اكتسح العالم كله. اصله ايه؟ اصله تركيب. وتركيب جاي منين؟ جاي من علم الجينات، من الناس اللي فاهمه علم الجينات. عايزه تركب ايه على ايه عشان تديك صحه، تديك مسافات، تديك كذا. لدرجه ان النهارده الصين بتسابق بالحمام دوت ل 3000 كيلو، ل 3000 كيلو، بسبب تطورهم في العلم. تمام. هل انا اجي اقول التطور لا ما ينفعش؟ لا، التطور ينفع. لازم اطور من نفسي، بس التطوير يفرق، فكره التطوير يفرق. هم عارفين ازاي يطوروا في الحمام. هتيجي تقول لي يا عم انت بتكلمني في حمام زاجل وتقول لي تطوير؟ انا بكلمك في حمام بوزار. بص يا باشا، التطوير في اي حمام، التطوير في اي حمام، بس كل تطوير وليه مبادئ، كل تطوير وليه مبادئ. بمعنى، انا عندي قص قشر بندق، وشه طويل. تمام. عظمه مش مظبوط، مش مربع. طبعا احنا الكلام ده زي ما قلت لكم، احنا بنسمع كلام الغاية الكبير وبنقتنع بكلامهم، الكلام اللي ما بنقتنعش بيه ما بنقتنعش، واللي بنقتنع بيه بنرجع نقوله. طبعا احسن توصيف للقشر بندق عم محمد زروقه، والكلام ده مثبت ورأي غاويين كتير، وانا عن نفسي مقتنع بكلامه. عايز اقصر عظمه، عايز اربع عظمه، عايز اعمل في اي حاجه، ابتدي احسن يا باشا واشتغل. طيب، لما بقى انا عندي علم وعندي غوايه،
هستفيد من كده ايه؟ هستفيد هتأثر المسافات بتاعتك، بدل ما اقعد اشتغل عشان اجيب فرد حمام تقليب ومواصفات في خلال 5 سنين ولا 3 سنين، لا انا بالعلم مع الخبرة اقدر اقصر المسافة كتير كتير جدا. يعني ممكن اخلي المسافة سنة، سنة ونص، فاهمني؟ فيبقى العلم اضاف لي. ليه؟ انا فاهم الحمام ده بيطلع كده ليه او رايح فين وجاي منين، فبالتالي الحمام اضاف لي. طب ده نوع من انواع تركيب وجينات، تمام. والعالم كله النهارده ما بيستغناش عنه، ولا في زق ولا في تحطيم ولا في مسافات، تمام، ولا في مسابقات ولا في رياضه ولا في اي حاجه. حمامه نجحت واثبتت ايه؟ جدارتها، واساسها تركيب. محدش هيختلف علينا في الكلام ده. دي حاجه. تاني حاجه زي ما اتكلمنا قبل كده، الحمامه الكينج اصلها تركيب، مجموعه من الحمام لحد ما طلع لك الحمامه الكينج، وغزت العالم كله، والعالم كله اشتراها بفلوس، تمام. والنتيجه عن واحد عالم فاهم في علم الجينات اشتغل وحط حاجه على حاجه عشان يوصلك لحاجه هو عايزها في دماغه، تمام، واثبتت نجاحها ونجحت. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ان مش كلام كل واحد مصدق، انا لازم اشتغل على حاجه عشان انجح وابدع فيها. طيب نخش في موضوعنا تاني بتاع القشر بندق، تمام. بص يا باشا، خدها قاعده عشان ما تقعدش ترغي في الكلام ده كتير وتقعد تسمع فيديوهات وتروح وتيجي والكلام ده كله. اصل الحمام كله مش بيوت، اصل الحمام كله مش بيوت. الحمام كله جاي من زوجين حمام، سواء الحمام الزينه، سواء الحمام الغزار، سواء الحمام الزاجل، سواء اي حمام على وجه الارض، تمام. عشان ما نغيش في الكلام ده كتير. بس هي الفكره في ايه؟ الفكره في الغاوي كبير يجي يقول لك القشر بندق ده بيت. طب القشر بندق ده بيت ليه؟ عشان هو اتولد لقاه، واللي علمه اتولد لقاه، واللي علمه اتولد لقاه. طيب يعني اصل الحمام مثلا من 500 سنه مثلا، تمام، او 700 سنه او 1000 سنه. الناس اللي عندها كتب بتقول لك ب 300 سنه و400 سنه ومذكور فيها الكلام ده. طب ما اعترضناش، تمام. اصل الحمامه 300 سنه، 1000 سنه. طب 1000 سنه الفصيل ده قبليه ايه؟ قبليه عدم، قبليه مش موجود. طبعا ال1000 سنه او السنين انا بحطها جزافي لان محدش عنده المعلومه، لان محدش عنده المعلومه، بدليل ان محدش عارف اصل اللبلق ايه. في اللي يقول لك مصري، في اللي يقول لك هندي، في اللي يقول لك كذا، فالناس كلها اختلفت عليه، تمام. بعد 1000 سنه ظهرت الحمامه، تمام. والحمامه ظهرت نتيجه عن ايه؟ نتيجه عن طفره، نتيجه عن طفره، تمام. ولو عايز تعرف الطفره بتيجي ازاي ومعلومات الطفره بتيجي ازاي، هقول لك كل حاجه عن الطفره انت عايز تعرفها، تمام، من غير ما حد يجي يقول لك دي راحت فين ودي جت منين، تمام. والكلام اللي هو بقى فيه تتويه كتير للغاويين. انا طالع النهارده مش عارف ده بيت اساسي ولا مش بيت اساسي ولا الحكايه ولا الروايه، والغاوي اللي بيقيم التاني عشان نقص ده منه معلومه فده نزل في الحوار اللي احنا بنتكلم فيه. لا الغاوي ده قليل، لا الغاوي ده كبير. لا يا باشا، انا هقول لك حاجه، تمام. كل واحد وليه قدره، ماشي. انا لو قعدت مع ناس في النشء هقعد اتعلم من النشء واتعلم من ناس كتير، تمام. انا في الفرخ، تمام، شايف نفسي نسبه 50% 60%. لما اقعد مع حد تاني هكمل النسبه بتاعتي. انا شايف نفسي اعلى منه، تمام، هسمع منه واستفيد منه، هو لازم يسمع مني ويستفيد مني. الغوايه مش بالسن، وبالدليل الغوايه لو بالسن ما كانش يبقى عالم عنده 20 سنه يكتسح العالم كله، تمام. واحد عنده 70 سنه قاعد في بيته وما بيعملش حاجه، تمام. فالسن ملوش علاقه، تمام. كله بيرجع للخبره والتوفيق بتاع ربنا في الاول وفي الاخر. طيب احنا جينا بعد كده، طبعا الكلام اللي انا بقوله على القشر بندق او غيره بينطبق على الحمام كله، ماشي. جه بعد كده ظهر لك فرد حمام ابلق، ده عباره عن طفره، ده عباره عن طفره. الناس ابتدت تشتغلته وتثبت عليه لحد ما جابت منه جيل جديد. معلومه تانية، الناس اللي بتقول لك الحمام لما بتدخلوا على بعض، تمام، وتيجي تعمله هيرد للجدود وهيرد للاهالي، هيرد للجدود والاهالي بس على فترات طويله. ليه يا باشا؟ بالدليل الحمام كله اصلا جاي من زوجين حمام، تمام. طب الحمام اللي جاي من زوجين حمام ده ما ردش لاصوله ليه؟ يعني حمام مزار مثلا ما جابليش حمام بعظم زي كده ليه؟ تمام. خلاص يا باشا، في حاجه اسمها تثبيت الجينات، الجينات اتثبتت في فرد الحمام، خلاص وثبتت. طب ومعلومه تانية هقولها لكم في فيديو تاني، انا عندي حمام ولاي طلع منه حمام مستوى عالي. طلع ازاي؟ شرط انه يكون ابوه جامد؟ لا مش شرط انه يكون ابوه جامد. شرط يكون جده جامد؟ لا مش شرط انه يكون جده جامد. هكلمها لك في حلقه تانية عن الصنفات الوراثيه. وزي ما قلت لك انا بجيب معلومتي وببحث عليها، تمام. مش باجي اقول معلومات وخلاص عشان نقطع موضوع البيبان ونقطع في الكلام ده كله في القشر بندق والابلق والاخضر والدنيا دي كلها. يا باشا اساس الحمام ده كله مش بيوت اساسيه، بس احنا بنقول عليها بيوت اساسيه ليه؟ بنقول عليها بيوت اساسيه لان البيت ده بقاله 500 سنه، بقاله 700 سنه، بقاله 1000 سنه، تمام. ابويا وجدي وجد جدي طلعوا شافوا الحمام ده، الحمام ده عندي بيت اساسي، خلاص البيت اتثبت وبقى بيت اساسي. اي فصيل من انواع الحمام اتثبت وبقى بيت اساسي.
خلاص. ومعنى كلمة بيت أساسي إنك تدي حمامة لحمامة جابت معاك بيت أساسي. تمام. همثل لكم مثال بسيط أوي. في راجل محترم طالع على الفيس مطلع لك اللي هو اللي بيسميه المسود الرمادي. طيب المسود الرمادي ده عبارة عن ايه؟ الراجل حصل لك قصته، قال لك جاي من نتاية شامية مسود رمادي واداها عنده، وابتدت تنتج معاه الطوب اللي شبه طوب القطاطي وسماها مسود رمادي. الراجل ما اكتفاش بكده وبس، الراجل قعد يشتغل عليها 15 سنة على كلامه لحد ما انتج منها سلالة وثبتها وبقى يدي دقة الانتاية يجيبوا له نفس الناتج. ممكن يفلت يجيب معاه مسود، ممكن يفلت يجيب معاه رمادي، مفيش مشكلة. تمام. بس ثبت الجين وثبت اللون وطرحه في السوق. بعد 500 سنة هتيجي تكلمني تقول لي ده مش بيت اساسي؟ يا عم بعد 100 سنة هتيجي تقول لي مش بيت اساسي، بعد 50 سنة مش بيت اساسي؟ لا، هقول لك بيت اساسي. ليه؟ بقى موجود وينتج ويطلع نفس ذريته. فكلمة بيت اساسي وكلمة مش بيت اساسي كلمة ملهاش علاقة بالصحة. طالما فرد الحمام موجود ذكر وانتايه وليه ذرية وطالعة وليه مجموعة وليه عائلة وبيطلع نفس الناتج يبقى بيت اساسي في اي حمام، في اي حمامة. يعني اهو اقول لك بيت اساسي، اقول لك بيت اساسي، بدي ذكر الانتايه بيطلع نفس النوع. هتقول لي بول مش عارف، اقول لك بيت اساسي. هتقول لي كذا، اقول لك بيت اساسي. تمام. بس بيت اساسي من كام سنة؟ تمام. فاي حمامه اساسها مش بيت اساسي. هنتكلم في الحلس، اللي يجي يقول لك الحلس بيت اساسي ولا مش بيت اساسي، انا هشغل دماغي ليه؟ هتفرق معايا ايه؟ هتزيدني في المعلومات في الغيه في ايه؟ انا عايز افهم من الغايه. يعني انا لما اعرف ان ده بيت اساسي هيفيد معايا في ايه؟ يا باشا انا عندي حمامه شكلها حلو، تقليبها كويس، قشرها مظبوط، مواصفاتها مظبوط، عينيها مظبوط، ضربها مظبوط، عظمها مظبوط، الحمامه كلها معايا مظبوطه. دخلت معايا بيت اساسي ولا ما دخلتش معايا بيت اساسي تفرق معايا ايه؟ تمام. طالما اتثبتت وبتجيب عيالها نفس العيال يبقى بيت اساسي. يبقى ما نرجعش نتكلم في اي فصيل من الحمام نقول مش بيت اساسي. عايزين نعرف معلومات هو اصله فين وجاي منين، مفيش مشكله نعرف، زي الكينج، زي الزاجل، زي حاجات معروف، لان هي في العصر الحديث اتركبت، فمعروف هي اتركبت ازاي وتركيبتها عامله ازاي وراحت فين وجت منين. تمام. وفي حمام كتير اصله طفرات. ومعنى كلمه طفره لو عايز تعرفها بالتفصيل، تمام، اكتب لي في التعليق وافهمك يعني ايه طفره بالتفصيل. تمام. وعايز اقول معلومه للناس، لما تزود معلوماتك العلم بالغوايه هتستفيد كتير وهتأثر على نفسك لمسافات كتير. طيب هيطلع واحد يقول لي لما انت فاهم في علم وفاهم مش عارف ايه وفاهم في ايه، طب ما فدتش نفسك ليه؟ بص يا باشا، الناس كلها ظروفها مش زي بعض. هديك مثل بسيط قوي. الدكتور بتاع الجامعه، تمام، مطلع مثلا في قسم معمار، مطلع كام مهندس معمار؟ طلع الافات مهندس معمير، ماشي، معمار. راحوا عملوا شركات وعملوا مصانع، وفي منهم اللي اشتهر وفي منهم اللي ما اشتهرش وفي منهم اللي شغال عامل محاره وفي مش عارف ايه، والدكتور زي ما هو في الجامعه اسمه قليل قوي من الناس اللي تعرفه. طب ده معناه ايه؟ معناه ان مش كل واحد بيدرس معلومه، تمام، لازم يكون وراه اصل. يعني مش لازم اقول لك القشر بندق كذا كذا طلع لك قشر بندق من هنا قنبله. لا يا باشا، انا بص لك المعلومه اللي انا بحثت عنها، عن الحمامه اللي انا شفتها، عن كذا اللي انا شفته. حلو كده. انا بالنسبه لي انا ظروف شغلي بتيجي في الموسم. يعني موسم الانتاج بتاع الحمام يجي لي ظروف شغل، موسم الشغل بتاعي فما بقاش فاضي للحمام، برمي الحمام لبعضه، اجي اخر الموسم اللي طلع ولا ما طلعش الكلام ده كله. وبقيت السنه في موسم الفرخ، انتوا عارفين بقى القلش وكذا وكذا وكذا، فكل واحد بيتكلم على ظروفه في انتاج الحمام، ماشي. فما تجيش تكلمني، يعني انا ظروف، انا بقول لك مثلا ممكن اخرج من الساعه 9 الصبح 8 الصبح اجي الساعه 1 2 بالليل، يا دوب اكمل الاكل الحمام واخد بعض وامشي. تمام. ففي حاجات ناس فاضيه ان هي توصل للموضوع ده، وفي ناس مش فاضيه للموضوع ده، بس انا محب ان اعرف معلومات زياده عن الحمام. وزي ما قلت لكم عايز اعرف اصل الحمام فين وجت منين وراحت فين. وزي ما قلت لكم لو غاوي كبير في السن او غاوي محترف سواء صغير في السن او كذا، انا عايز اعرف اول حمامه طلعت هي ايه في البول، القشر بندق ولا الابلق الاخضر ولا اي نوع حمامه هو اللي انتج الاول وثبته فيه. تمام. الصفه حد يقول لي، مش هتلاقي تفسير، مش هتلاقي اجابه ولا في كتب، لان الحمام داخل في الاف السنين وتثبت وبقى بيت اساسي. هي دي الفكره وهي دي الخلاصه في جميع انواع الحمام. فمش عايزين نخش تاني ونرجع نتكلم في البيوت الاساسيه ومش البيوت الاساسيه والحكايه والروايه والكلام اللي ولا بيقدم ولا بيأخر. تمام. وعايز اتكلم في سلسله حلقات التانيه ازاي تقدم نفسك في الغيه وتأثر عليك المسافات. تمام. يا ريت الفيديو لو عجبكم تكتبوا لنا كلمه طيبه في التعليق. الفيديو ما عجبكوش ولقيت ان فيه كلام مش مناسب او كلام غلط
تكتب لي في التعليق واحنا بنستفيد من بعض. زي ما قلنا، انا زي ما قلت لكم انا ببحث عن المعلومه عشان اوصل لها. المعلومه اللي بعرفها بقولها، المعلومه اللي ما بعرفهاش يعني انت لو كتبت لي كومنت انا مش عارف في المعلومه، اضطر ابحث عن المعلومه وادور عليها واقول لك الاجابه 1 2 3. جبت الاجابه مثلا على لسان فلان، هقول لك جبت الاجابه على لسان فلان. جبت الاجابه بالابحاث وبالورق والكتب والكلام ده كله، هقول لك انا جبت المعلومه بتاعتي من هنا ومن هنا. تمام. وزي ما قلت لكم اللي رايه مختلف عايز يكتب في التعليق يكتب، اللي موافقني في الراي عايز يكتب يكتب. بس انا المقصود من الفيديو ده ان انا مش كل شويه اروح اضيع وقت واتفرج على فيديو عشان اتكلم ان ده بيت اساسي ولا ده مش بيت اساسي. احنا عايزين نخلص من الموضوع ده. احنا اهم حاجه عندنا نعرف اللون، نعرف الصفات بتاعت الحمامه، نعرف اصلها، مش مهم اصلها طبعا، تمام، او مهم اصلها بس مش مهم اذا كانت بيت اساسي ولا مش بيت اساسي. اصلها طبعا بيهم في الفرخ ده مثلا تقليب اهاليها ايه كذا كذا، دي قصه تانية. انا بكلم اصلها ان هو مثلا ايه، دي بيت اساسي ولا مش بيت اساسي، مش مهم لانه مش هيقدمني في الغيه ومش هيأخرني في الغيه. بس انا عندي معلومات عامه سمعتها، مش كل شويه اشوف بقى واحد طالع فيديو الابلق الاسود مش بيت، الابلق الاخضر مش بيت، وفي اللي يجي ولا انا مثلا قلت ايه الابلق الاسود مش بيت اساسي. تمام. طيب انا بكلمك مش بيت اساسي على اساس ايه مثلا، او بيت اساسي على اساس ايه، على اساس الفتره بتاعت اللون، او الفتره اللي حصل فيها كذا او اللي حصل فيها كذا. تمام. اللي هي تركيبه الالوان ومش تركيبه الالوان والقصه دي. احنا شلنا نفسنا من القصه دي ومش عايزين نقعد نضيع وقت. احنا عايزين نتفرج على فيديوهات نستفاد بيها بجد. اللي عايز يتفرج على فيديوهات في النشر يتفرج على فيديوهات في النشر يستمع لها ويتعلم منها. اللي عايز يتفرج على فيديوهات في الفرخ يستمع لها ويتفرج منها. هستفيد ايه انا كل شويه غاوي يطلع يقول لي ده بيت اساسي وده مش بيت اساسي؟ لو هتضيف لي حاجه في الغيه قول لي عشان انا ما اعرفش. بس زي ما قلت لك لازم تعرف التقليب، لازم تعرف المواصفات، لازم تعرف كل حاجه. وهعمل لك سلسله حلقات تانية ان شاء الله ازاي لو انت غاوي مبتدئ تروح تشتري فرد حمام من اتقنها غاوي في مصر، تمام، من غير ما يضحك عليك. انت غاوي مبتدئ ازاي تروح تشتري فرد حمام من اتقنها غاوي في مصر من غير ما يضحك عليك. اقول لك ازاي؟ اقول لك بالورقه والقلم. بالورقه والقلم اخليك تقدر تشتري فرد حمام من غير ما حد يضحك عليك. بالورقه والقلم، تمام، اخليك تعرف الفرد اللي عندك ده هيديك انتاج ايه، وتعرف تحكم عليه بعد قد ايه، بعد كام عش. تمام. في معلومات كتير جدا بيوضحها لنا العلم، هو ده اللي انا بكلمك فيه، تقصير المسافات، انك ازاي تقدر تقصر المسافه عشان توصل لمستوى كويس. تمام. ولو الفيديو عجبكم ولقى اهتمام من اللي هيتفرجوا على الفيديو ان شاء الله ويوصل لهم، تمام. مش عارف انا عندي مشكله ليه في توصيل الفيديوهات ما اعرفش بقى، في حاجه في اعدادات القناه او كذا، التفاعل ما بيوصلش كويس او القناه ما بتطرحش عند بعض الناس، فالموضوع عندي بيبقى صعب شويه. تمام. لحد ما القناه توصل وتشتغل اقول لك مجموعه فيديوهات وافكار في الحمام تختلف عن اي غاوي في مصر وبالتحدي. تمام. ولو تابعت سلسله فيديوهات ان شاء الله هوصلك لمرحله هخليك ما تحتاجش لاي حد، تحتاج لنفسك بس. هتاخد المعلومه من غيرك بس هتحتاج لنفسك بس في الاول وفي الاخر في تطبيق المعلومه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوناش بالدعاء واللايك والتعليق الطيب. السلام عليكم.